النهارده بقى طبعا احنا في نص رمضان، وزهقنا بقى من اللحمه والفراخ والمحشي والسمك، زهقنا من كل ده. فطبعا قلت هعمل ايه؟ هعمل كبده. هعمل طبعا كبده اسكندراني. وانا خرط الفلفل الاول، الفلفل خرطه. طبعا انا بعمل الفلفل ده، هو المفروض مش الفلفل ده، بس رمضان ما بيحبش الفلفل الحامي في الكبده. فانا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس لقيت ايه؟ لا بتهرجي. والله العظيم لقيتها في ايه الفلفليه. ده؟ بجد؟ بيبي صغيره. ده بيبي فلفل. حبل السوري والله ده. العظيم بيبي فلفل. في ايه جوه سبحان الله جوه الفلفليه دي. سبحان الله. طبعا قابلتكم حاجه يا جماعه قبل كده زي دي؟ طب دي اعمل فيها ايه؟ دي امم دي تحطيها جوه هنا او واقفلي عليها. هي فين اقفلي احشيها بيها. احشيها بيها؟ ماشي. لا تلاقيها مرة من المرات كده عادي. تلاقيها مرة من المرات، فالحاجات دي لا لا، بتبقى اول صدقيني مره. مرة. اول مره فعلا الاقي حاجه كده. سبحان الله، يعني عامله لا زي بتحصل. الجنين بالظبط، بتاع زي البيبي بالظبط. بتحصل كل مليون سنة. سبحان الله. ما مش عارفين، ممكن يكون حد حصلت معاه قبل كده. لو حصلت معاكم قبل كده يا جماعه اكتبوا لنا في الكومنتات، بتقابلوا حاجه زي كده ولا لا؟ انا يا مره بنت قابلت في الخياره على فكره. بجد. اه. لا بس خلي في علمك، ايه ده؟ ساعات معظم الوقت استنى، بتحصل. الحق واحده كمان. بتهرجي. والله واحده كمان لسه، هي وقطعها واحده كمان اهي. سبحان الله. بص دي بيبي مقلبص. لا بتهرجي. والله العظيم يا واحده بنت اهي لقيتها جواها. اللذينة. دي اعمل فيها ايه بقى؟ ده حطها كده تاني. صعبانه عليا اهي. لا حط اهي لقيتها استنى. كده. حط تاني كده اهي. بقطع دي لقيتها جوه اهي. سبحان الله يا جماعه، سبحان الله. يعني الخضار ده اكيد مش عارفه بيولد زينا ولا بيعمل ايه بالظبط؟ مش عارفه. مش عارفه. جنين. هعمل بس فيها ايه؟ أنا الست صعبانة كده عليا أقطعها متهيألي. بصراحة. لا سيبك من كده، دي كانت حامل. وانت قطعتيها. انت كانت حامل. لا. لو لا. بتهرجي. لا. تهرجي. تالت واحده انت جايبه جايبه الفلفل الحامل كله. النتايه. لا مش هنقول فلفل حامي، فلفل الحامل، الفلفل الحامل يا جماعه. بس دي يعني لسه البيبي بتاعها صغنون خالص. سبحان الله يا جماعه. طب اتفرجوا على دي والله. تعالى تعالى تعالى، بص 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 دي عامله ازاي؟ شبه الجنين بالظبط. بص اكن دي الراس والايدين اهي اهي. ايه ده؟ حبل مش عارفه السري. لو الناس شايفاها لا، وفي حاجه طالعه كده عامله زي الحبل السري. سبحان الله والله يا جماعه، سبحان الله. ودي لا، ومقوس زي ما بيكون الجنين في بطن امه يعني. بجد سبحان الله، سبحان الله بجد. انا اصلا من كتر ما انا يعني شايفاها كده خايفه اقطعها بصراحه. ولا اقول لك توقفي لا تلاقي حاجه تاني. مش عارفه بقى. طالع النون. طبعا ماشي، نرجع لموضوعنا الكبده النهارده يا جماعه. كبدة ايه بقى بعد التخريط ده كله؟ بعد الفلفل الحامي يعني بعد الفلفل اللي هو شبه الفلفل الرومي. ممكن يا ترى هتلاقيها في الفلافل، الفلفل الرفيع ده. لا مش عارفه. مش عارفه. بس انا كنت شفت، فاكر البطاطسايه القلب اللي لقيناها قبل كده زمان من كام سنه؟ لا خلي في علمك، واحنا كنا في السوق من اسبوع لما قلت لك بصي، وانت عماله تتخانقي مع البياع تقولوا له الحاجه غاليه، حاجه حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. بصراحه في ناس بتستهبل وبتاع يعني. واحد اسفه يا جماعه بس بيبيع الفراوله. احنا النهارده ايه في رمضان؟ في رمضان 2025 شهر 4. شهر 3. شهر 4 بقى. ده 4 ده ولا 3؟ 3. 3؟ ايوه احنا لسه في 3. في شهر 3 مارس. بيبيعوا الفراولة ب35 جنيه وواحد بيبيعها ب30. اطلع قدام شويه الاقي واحد بيبيعها ب25. كل واحد بيبيع بمزاجه. حتى والله العطارين والناس دي، يعني حتى العطارين اروح مثلا اشتري عند حد ذره فشار الاقيه مثلا ب60، عند واحد تاني ب50. ازاي الكلام ده؟ فين؟ في اسماعيليه؟ اه. طيب بس اكيد لو في اسماعيليه
وفي القاهرة هتلاقي برضو نفس الأسعار دي، بس الناس أصلا علشان مفيش تسعيرة بيعملوها. ادي الفكرة كلها. خلاص هتعملي حاجة تانية؟ هعمل دي، بس هحضر الحاجة وبعدين ارجع للناس تاني مع وانا بعمل بقى الكبدة عشان اوريهم الكبدة بتاعتي عاملة ازاي. اول التاكل دي طبعا انا حطيت الزيت يسخن كويس جدا، اهم حاجة يسخن كويس جدا، وبعدين نحط الكبدة زي ما انتم شايفين كده. انا هنا بتعمل، مش عايز نقول، بتعمل فلفل وتضرب بتاع، ادي الليمونه والحاجه اهي. طبعا هي الكبده كانت جامده شويه. طبعا الزيت يا جماعه لازم يكون سخن جدا زي ما انتم شايفين كده، وننزل فيه على طول كده. طبعا انا بحب اعصر الليمون كده عليها وانا بسويها. ليه انتوا ما بتتكلميش عادي؟ ما انا بتكلم عادي، انت عايزني اتكلم ازاي؟ لا زي الشيفات، زي الناس على عادي اتكلمي. ليمون، ادي الليمونات وادي التقليبات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص ليمون خلاص. هي دي بقى الكبده الاسماعيلاوي. لا وهنحط عليها الفلفل يبقى كبده اسكندراني. لا الكبده اللي هي بيعملوها في القاهره، وفي الناس بتعملها في القاهره وفي كل حته طبعا غير اسكندريه، بيعملوها بالطماطم والحاجات دي. احنا ما بنعملهاش بالطماطم، بنعملها بس بالفلفل والثوم والكمون والحاجات دي. هوبا رجعنا سر الخلطه بتاعنا. طبعا كل الفلفل ده هيدبل، هسيبه بقى كده ايه كله ياخد غلوه كده مع بعض. ده البطاطس المتحمرة، وهتضطر تتقلب بالمعلقة. لا ده انا بعمل كده زي الشيفات كمان. على اساس انا مش شيف. اقعدي ساكت. هنا هنا يا جماعة، هنا بص، ده انا بحب ايه ادقها في الهون. عامه بحب ادق في الهون يعني، ما بحبش الهاند بلندر والحاجات دي. ده فلفل حامي وكمون وتوم وملح، كل ده كده على بعضه تقلبوه كده على الكبده. الكبده الفلاحي، الكبده الاسكندراني بتتباع في اسكندريه اهي. بس تقلب كل ده كده بقى مع بعض. يلا اهم حاجه شفت الوصفه دي، الناس اللي بتتفرج على الفيديو تشوف الوصفه دي، علشان الوصفه دي مش هتتعمل تاني. ان الكل اللي على اليوتيوب او على الفيسبوك او على اي منصه، الناس دي ما حدش بيعمل الحاجه بيحطوا سر التكات كلها في الاخر. ادي الفكره كلها، يعني بيديك يوريك الشكل ويوريك بتاع. انت ممكن يكون الشكل هنا مش احسن حاجه، بس انا عايز اقول لكم والله كمان مره الريحه هنا تهوس. انت ممكن تحط عليها جبنه موزاريلا او تحط عليها جبنه عكاوي والحاجات دي، وتحطها في الطاجن في فرن وتطلع الشكل بتاعك، عشان لما يجي يعمل كده بتلاقي الشكل الحاجه شكلها حلو، حاجه جديده، فالناس تضطر كلها تتابع اكتر. بس عايز اقول لكم الطعم هنا نفس الطعم اللي انت بتشمه بره، اللي هو في الشارع، اللي هو اسكندريه عند الفلاح والناس دي، اللي هو ده. بس دي سر الدقه وسر الحاجه. انت حطيتي ايه على الدقه عندك؟ على كده ما حطيتش اي افتكاسات، على السريع كده. هو ملح وكمون وفلفل حامي وتوم بس كده، ويتحط في الهون هنا وتدق كل ده مع بعضه وتحط على الكبده كده زي نفس الخطوات دي بالظبط. هتاكل احلى كبده، ولا طماطم بقى ولا الكلام ده. ده مش بتاع، ده مش بتاع اسكندريه دلوقتي. ده الاساس. هيخلص وهنجيب الشغل في الاخر. تبصوا الشكل اصلا عامل ازاي، يجوع بالظبط. فاستنوا فيديو جديد مع شكل جديد ان شاء الله، ويا رب يكون الاكل عجبكم. انا عارف ان انتوا مش هتاكلوا. باي باي.